الولاد طالعين رحلة، فقمت الصبح بدري جهزت احلى فطيرة عشان نحشيها كده ونطلع بيها رحلتنا. يلا اقول لكم على الفطيرة الحلوة دي. اول حاجة كده زي هجيب بضاية الاولانية اللي انتوا شايفينها دي، اخد منها الصفار واسيب بقى في الصينية البياض، وانزل ببيضة كاملة زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين من السكر، وعليهم كمان يا جماعة ذرة ملح، وعليهم كمان كيس خميرة كبير زي ما انتوا شايفين، وانزل عليهم بقى بكوباية مية كبيرة كده. هنا بقى غيرت المضرب بتاعنا ودوبتهم كويس، وانزل عليهم بكيلو الا ربع من من الدقيق، مع اضافه كوبايه الا ربع من من الزيت. وقلبي بقى الخليط بتاعنا الحلو ده كده وعجنيه كويس زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى كوبايه ميه كده على جنب لغايه اما الم العجينه بتاعتي. والميه يا جماعه حسب حسب الدقيق اللي معايا. اتعجنت معايا بكل سهوله بالشكل ده كده. ابل بقى العجينه بتاعتي زيت واغطيها واسيبها تخمر. وبعد ما خمرت كنت انا عملت لها حشوه كده حلوه. عايزه اقول لكم هي هبطت معايا لان انا بصيت عليها قبل ما افتح لكم الكاميرا. وخلاص لميت العجينه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وابدأ بقى اقسمها على هيئة كور عشان نعمل منها احلى فطاير. وكده بقى انا هبل الرخامه بتاعتي زيت وابل ايديا زيت، وافرد الفطيره بتاعتي كده بايديا واحطي فيها بقى الحشوه. عايزه بقى لو انتوا عايزين طريقه الحشوه اكتبوا لي في التعليقات وهنزل لكم الفيديو بتاعها. وعشان ما اطولش عليكم ما رضيتش اعمل الحشوه في الفيديو. خلصت انا كده. بصوا عايزه اقول لكم بتتلم معانا بكل سهوله. شايفين انا زودت بس كده في الحشوه، وكده تلميها وتطبقيها كده تحت ايديكي وتحطيها في صاج مدهون بشويه زيت. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تيتا لايك ومتابعه عشان يوصلكوا كل جديد. هنا كنت بقولك لازم تقفليها كويس بالشكل ده كده، تقفليها من الظهر كويس. وكده بقى بعمل بقيه الكميه اللي معايا ما شاء الله، يعني كيلو الا ربع رمى معانا في كميه فطاير حلوه. وكده بقى انا خلصت الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفين ولميتها. هنا بس بقى باكد لك في مره واتنين وتلاته لازم تقفليها كويس من من تحت. خلاص خلصت الكميه اللي معايا. هروح بقى كده بعد ما حطيتهم في الصاجات، هروح بقى مبططاها كده حاجه بسيطه بايديا. شايفين؟ بصوا بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم عقبال لما خلصت الكميه كانت العجينه خمرت، بس بعد ما بططها كده هسيبها كمان ربع ساعه تخمر. ومن هنا بقى نولع الفرن بتاعنا. وهنا بقى صفار البيضة اللي موجود معانا هنزل عليهم بسنة فلفل اسود صغيرة. ودهني وش الفطاير بتاعتك بالشكل ده كده. حابة تحطي بقى سمسم حبة البركة، انا هحط الاتنين. وكده بقى فطاير خفيفة لذيذة كده معانا في الرحلة. ولا سندوتش يوقع حاجة ولا محتاجة. هو الفطيرة منها فيها حشوتها منها فيها. ضفت انا بقى السمسم وحبة البركة واكمل الصاج اللي باقي معايا. والفرن طبعا سبق التسخين. يلا بينا بقى نشوفهم في الفرن بعد ما خمرت معانا كده هنحط في الفرن. ويلا بينا زي ما بقول لكم كده في الرف اللي في النص. وطلعت معانا احلى فطاير. غطيها بقى 10 دقايق وتعالوا بينا بقى نختبر الفطيرة بتاعتنا. عايزة اقول لكم كل اللي دقة في الرحلة عاوز الطريقة ومستنظر الفيديو. بصوا تحفة. يلا بينا بقى نتفرج على الحشوة بتاعتنا ونلم بقى الفطاير بتاعتنا واتمنوا لنا رحلة سعيدة. وكده بقول لكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.